السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما بخير وعلى طول بخير. معاكم ميوش من قناه ميوش ايه. على طول بكتب الاسم على الشاشه. النهارده فيديو عن المكياج. انا هوريكم الادوات اللي انا بستخدمها للمكياج، اللي هو ايه، مش الصباحي ومش اللي هو مش النسائي، لا. مش السهره ولا المناسبات ولا الحاجات اللي هي بنطول فيها بالليل كده. هوريكم الفتره اللي هي في النص، اللي هي يعني بعد العصر اللي بالليل. تمام. وان شاء الله هعمل لكم مكياج السهر وهوريكم الادوات اللي انا بستخدمها فيه انا مجهزه قدامي حاجات كتير قوي، هحطها وهرجع لكم تاني. بعد ما رتبت الحاجه دي كلها، انا عارفه ان في كركبه كتيره قدامكم لان في حاجات كتيره قوي. في اي شادو، في برايمر، في كل حاجات كتير، في حاجات كتير، فنرتبهم. عشان بس ما اضيعلكوش وقتكم، هرتبهم واشوف حاجات الوجه لوحدها والاي شادو والعين والروج والماسكارا والحاجات دي كلها، وهرجع لكم تاني. رتبتهم، جبت الاي شادو لوحده والحاجات الوجه لوحدها. تمام. وفي هنا جنبي كل الفرش، في فرش جايباها جديده انتوا تقريبا ما تعرفوهاش، لو في حد متابعني يعني، لو انتوا متابعيني. في فرشه جديده بس اكيد مش هلاقيها اهي. دي في فرشه تانية اهي. اخيرا لقيت، انت كنتي فين؟ جبت دول بديت عشان انتوا بس ايه لما اقول عليهم ممكن تستغربوا الشكل. دي فرشه شكلها كده، دي 81. في فرشه دمج او العين، دمج بسيطه يعني 55. وفي الفرشه دي اللي هي ملساء كده، واو جميله جدا جميله جدا، دي رقمها 45. تمام. عشان انا هستخدمه في الفيديو فانتوا ممكن تستغربوا. اول حاجه طبعا بغسل وشي وارطبه كويس جدا، وان شاء الله هعمل لكم فيديو زي انا بغسل وشي وبرطبه، ايه الحاجات اللي انا بستخدمها. تمام. في اتنين هنا انتوا طبعا ما تعرفهمش، ولما يجي وقتهم هقول لكم ايه موجود في العلب دي. تمام. اول حاجه بعد ما ارطب واغسل واعمل كل الحاجات دي وانضف وشي قبل المكياج من برايمر اماندا للوجه. ده بوزعه بايدي وكنت عامله عنه ريفيو، هحطلكوا تحت في صندوق الوصف عشان تشوفوه لو انتوا اول مره تشوفوني. ده حلو جدا، انا بحبه. انا ما عنديش مسامات كتير، يعني انا تقريبا ما عنديش مسامات واسعه، فده بس اللي هو ايه بيثبت مش اكتر. ماشي، فانا ما عنديش، مش بعاني من المسامات. تمام. الاماندا هو لونه ابيض، مفيش الوان تانية، هو لونه ابيض بس. وده بوزعه بايدي مش بوزعه باي فرشه. وفي بعد كده اتنين فونديشن. الفونديشن ده ممكن ساعات تستخدمه الصبح لو حاجه سريعه، او ممكن بعد الظهر في الوقت ده بس. تمام. وبرده بيتثبت بالباودر. لكن لو انا مثلا خارجه في الوقت اللي هو زي ما قلت لكم بعد العصر كده، بستخدم فلورمار درجتي فيه في 208 هاني بيج. تمام. هو الدرجه اهي. المط عشان بتسأل فيه كتير، المط للبشرة الدهنية والمختلطة. بشرتك عادية او جافة، فونديشن عادي، انتي قولي للبنوت اللي هي واقفة على الستاند هي تطلع لك الحاجة المناسبة لبشرتك. هي ممكن ما تسألكيش بس انتي قولي لها ان انا بشرتي كذا. تمام. عشان تطلع لك الحاجة المناسبة. دي الدرجة بتاعته. كنت عاملة برضو عنه ريفيو، هو والكونسيلر وبرضو منتجات تانية هحطلكوا تحت في صندوق الوصف. الكونسيلر، الفونديشن اول حاجة بس بوزعه بالفرشة دي
هي مقشوطه كده شويه. بوزعها بطريقه الطبطبه، مش بمسح، بالطبطبه على طول. تمام. لكن الكونسيلر في بنات كتيره قالوا لي ان الكونسيلر ممكن في الشتاء ينشف حاجه كده. انا جبت الفرشتين اللي بستخدمها للكونسيلر. هو مش بينشف، هو كده بيبقى. دي الدرجه بتاعتي رقم 4، ودي اخر درجه، في 1 2 3، ودي الرابعه. هي جايه الاورنج شويه، وفي هنا مرايه. بصوا هي ممكن تكون باينه ان هي ناشف، لكن هو لا، انت بتحطيها بصبعك بدرجه حراره صبعك والحراره. اعملي كده بيقلب كريمي. تمام. فانا باجي عند مثلا تحت العين، الاماكن اللي احنا مش عارف نوصلها حتى لو بسفنجه او حاجه كده، بعمل كده اوزعه. بصوا انا على طول بص بالطبطبه، مش بعمل كده، على طول بعمل كده. تمام. بجيب دي بقى ايه اللي هو اللي جنب العين كده، تحت العين، بعمل كده عشان انزل تحت. هو عملتيه بايدك يبقى احسن عشان حركه ايدك تتجانس معاه. والفستان دول بجد يعني دي من كنزي، كنت جايبها قبل كده وريها لكم، رقمها 71. هي مايله شويه. ودي مش دي 507 اوريجينال، مش عارفه ماركه ولا لا، بس هي موجوده، انا شفتها كتير جدا، مش عارفه جديده باين. تمام. وبعد ده كله نعمل ايه؟ الكونتور. الكونتور دي الباليت كنت عامله عنها ريفيو، انا اسفه جدا ان هي طلعت فاتحه جدا. الصوره تقريبا ما كانتش واضحه، اسفه، اعتذر. هي دي درجه الالوان بتاعتها. دي رقم 1. في رقم 2 بس غامقه جدا، محبتهاش. دي رقم 1. بستخدم الدرجه دي باينه. تمام، باينه عندكم. وبستخدم معاها دي، هي باينه بيضه على فكره، بس هي مش بيضه، هي بيج شويه. في بنات قالوا لي كتير جدا ان الفونديشن، ان من كيس بيوتي الكونتور هيبقى حلو في الشتاء، لكن هو في الصيف تقريبا مش حلو، بس انا جبتها في الشتاء. هي بعد ما تعمليها بتبقى بتقلب شويه بودر. تمام. هوريكم كمان الغامقه، وهوريكم الاورنج لان انا بستخدمه تحت. في بنات قالوا لي مش بينفع تحت العين، بس هو كويس معايا، يعني نفع معايا. الدرجات دي اللي هي الغامقه، وده الاورنج. برضو بيقلب باودر شويه. والبالت دي بستخدم معاها حاجتين، فرشه كبيره وفرشه صغيره، وكمان سفنجه. والسفنجه دي بتبقى مبلوله وهي طريه جدا كده، كيوت كده خالص. البيوتي بلندر انا ما جربتهاش، بس يعني لو لقيتها هجربها، هاخدها. هي دي طريه قوي قوي قوي. بصوا يعني انا قفلتها على ايدي. دي بحط بيها يعني لو في حاجه فاتحه مثلا في الجبهه او في الخد، فبيتوزع. دي برضه طريقه الطبطبه كده. وهنا بوزع عند الانف. تمام. دي بقى بتاعت الخد، هنا في فاتح، هنا غامق، تبقى مبلوله، فبتوزع برضه كده. بصوا كده. وانا اصلا يعني مش بكتر في اي مكياج خالص. وبعد كده كل ده بيتثبت بالبودر، بودر من ويت اند وايلد. هي دي بستخدم معاها الفرشه دي. تمام. خلصنا الوجه وخلصنا كل الحاجات دي كلها. في سفنجة هنا برضو، يعني لو في حاجه زياده بمسح بيها. هاجي بقى للاي شادو. انا عندي هنا كذا باليت اي شادو، وبستخدم معاهم دول اهو، جا وقتهم. مش عارفه اوريكم الاي شادو، اوريكم الكريمي. في هنا زي واحده سودا كده، دي شيمري، كلها شيمر.
البيجمنت بتاعها فظيع جامد جدا. هي مش ماك، هي مكتوب عليها ماكس فاكتور بس و 18 لون، بس هي مش ماكس فاكتور ولا اي حاجه. ممكن اجرب لكم الوان، اجرب لكم ايه، الفوشيا والموف، بصوا، والذهبي، لان ده بعشقه، اللون ده بحطه على عند العين كده، عند دمعة العين، بحبه جدا. ذهبي الموف اهو، انا بهزر مش بحطه كده، بصوا شايفين هي رقيقه جدا وحبيتها. في بقى من كيس بيوتي، بس انا اخدت اللون ده. دول الاتنين دول بستخدم الحواجب مع الفرشه دي. كنت برضو موريها لكم، شايفتي فيها هنا كده زي اسرح بيها، وهنا بحط بيها، هي مايله شويه، شايفين الفرشه مايله. وبستخدم اللونين دول للحواجب، لان انا مش لاقيه باليت احسن حاجه. وبقى للاي شادو في اتنين، دي البودرة البيضة دي كانت متعبية كده زي دي كده، ثواني انا قاعدة جنب درج مكياج فاقدر ان انا اوريكم، متعبية زي دي كده ابيض، بس دي لون فيها لون تاني، بس دي كانت متعبية. بس انا كان عندي كتير، فضيتهم كلهم هنا وبستخدمها، باخد منها حبة تحت العين عشان لو فيها شادو نزل ولا حاجة، باخد منها كده حبة اوزع تحت العين. بصوا بيضة جدا، والباقي طبعا بيتنخط. لكن بقى العلبة التانية دي كنت عاملاها على اساس هي فونديشن. انا شفت فيديو في بنوتة قالت نحط فونديشن وعليه كريم نيفيا يطلع فونديشن بي ترشيب. عملته وطلع حاجة ليس لها علاقة بالأي فونديشن، فبستخدمه برايمر فوق العين ونجح على كأنه برايمر هو فوق العين. تمام. انا حطيت ساعتها نيفيا وغارنيه فونديشن، طلع اللون ده، بس مش عايزه اعمله بايدي. باخد منه حته صغيره بوزعها فبيطلع اللون. هو اصلا لو وزعتها، بصوا لو وزعتها كاني ما حطيتش حاجه خالص، تمام. لكن كده ممكن اوريكم، انا ما كنتش مجهزه بصراحه ان انا اوريكم اي شادو. بصوا بوزعها كده، باخد اي شادو، هاخد من الشمية عشان اوريكم اكتر. مليته، اسفه لو كنت مليته، سوري. هاخد بالفرشه اللي بتاعت الاي شادو، هي دي ورقمها 17. اخد اللون اللي هو ده، حاجه برضو بالطبطبه. لكن انا بقى لو خدته وهو عادي هيطلع كده. شايفين الاقوى اللي هو ده اقوى، شايفين اقوى كده باين اكتر اللمعه والاقوى. انا بستخدم على طول البرايمر ده للعين. تمام، خلصنا العين وخلصنا الرسم اللي انتوا بتحبوه وتعملوه. اجي بقى ايه لمجموعه العين. في ده من بونجور باريس، ده اسود ما فيهوش رقم، هو ده ساعات بستخدمه كده سريع، بس لو عايزه ارسم باخد فورمار، هو ده الخط ده، خط كده صغنطوط كده، بعرف ارسم بيه في الماستر، اسمه في الماستر، وبعرف ارسم بيه كويس جدا. خلصت الرسم باخد من ايفون ماسكارا.
الماسكارا دي في بنات كتير سألوني عليها، هي بدرجات 1 و2 و3. كنت جايبها ب45. الواحد خفيفة، 2 متوسطة، التالتة بتعمل رموش تقيلة. هوريكوا واحد. هي تتحكم في ان انتي تطلعي ماسكارا كتير ولا لا. كده فضي شوية. 2 هتبقى مليانة اكتر، شايفين؟ التالتة تبقى مليانة خالص. تقيلة جدا. بصوا حتى في هنا كده ماسكارا. طيب هي دي بستخدمها. خلصنا كده، فاضل بقى ايه؟ الروج والهايلايت والبلاشر. البلاشر بستخدم معاه الفرشة دي، شعرها شطرين. الفرشة دي مايلة برضو كده شوية، بستخدم معاها البلاشر دي. تمام. وانا يعني ما عنديش فرشة للهايلايت، يعني فبستخدم اي حاجة بقى، مش لاقية خالص. بستخدم دي بس، يعني بتبقى مش بتوزع كويس، مش بحس انها توزع بس كده. بقعد اعمل كده كتير وبرضه مش بتاخد كويس. ودي يعني قديمة عندي وانا طبقتها كده، فبرضه يعني مش واو. انا مش لاقيه خالص، يعني اللي عارف مكان يبيع فيه بلاشر للهايلايت بليز يقولي، مستنياكوا. لان فعلا دورت في كنزي ودورت في ماركات كتيره، فعلا مش لاقياها. بلاقي الكبيره، انا عايزه الرفيعه اللي هي هتبان عندكم دلوقتي على الشاشه، اللي هي دي انا عايزه دي. ماشي. في بقى ايه بحدد، وطبعا على حسب اللبس بتختاري الالوان. انا يعني ممكن احط، لا خليه غامق شويه لان انا بحب الالوان الغامقه. ده من كيس بيوتي. لا ده مش من كيس بيوتي، ده من ايفري بيوتي، بس هو في بيوتي في المهم يعني. ده رقمه 105، وده رقمه 112، وده رقمه 124. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم ومطولتوش واتبسطتوا واستفدتوا، لان اهم حاجه عندي الاستفاده. مش هطول عليكم اكتر من كده لانه انتوا اكيد يعني زهقتوا ولا حاجه، مش عارفه. شكرا على المتابعه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، فيديوهاتي كلها هتعجبكم. ما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي هي في صندوق الوصف، اللي هي الريفيو بقى عن المنتجات لو انتوا عايزين تعرفوا عن المنتج نفسه. ان شاء الله هتقابل فيديو جديد، ولكم دلوقتي باي باي.